ازيكم يا اصحابي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بجد والله وحشوني في الايام اللي فاتت وانا بعتذر عندها. وهي قبل ما اطول عليكم يلا بينا للجزء الثامن بتاع حكايه لينيان. ولكن قبل ما ابدا بقى عاوزك تحط لايك واشتراك ويلا بينا. في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي لينيان بدا في مهاره الموجه الكونيه، وشفنا كمان ازاي انتحل شخصيه الخبير الكيميائي وخدع السيد تشو. ومن دلوقتي بقى عاوزك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. يلا بينا. بعدها السيد تشو بيتوجه لمدينه الشمس الخضراء علشان يجيب له الموارد اللي هيصنع بيها الحبه. وبعدها ب7 ايام بيقدر بالفعل ليليان يصنعها. وهو بيقول بعد تحويل الدم الى الوريد ده اتقدمت لخبير ب3 نجوم. جونج بتقول له ايه اللي مفاجئك يعني؟ ما تنساش انك استوعبت روح خبير ب3 نجوم، ولكن الاهم دلوقتي ما تنساش تجيب المورد من جناح المات كنز. قال لها تمام هروح دلوقتي. ولما بيوصل عند السيد تشيو بيرحب بيه جدا وبيقول له اخبار معلمك عامله ايه الايام دي؟ بيقول له شكرا على سؤالك، معلمي كويس وانا جيت هنا علشان اديك الحبه اللي قالك عليها. السيد تشيو فعلا بيتفاجئ لانها حبه خبير حقيقيه. ليليان بيقول في نفسه طبعا حقيقيه، امال يعني بلاستيك ولا ايه؟ المهم يعني ليليان بيقول الحبه وصلت وانا كده مهمتي انتهت. بيقول له بلغ تحياتي لمعلمك ولو عوزت اي حاجه فانا موجود. وبيتضح بعد كده ان ليلين قصد يعمل كده علشان يضم السيد تشيو في صفه. يا نهار ابيض ده ايه التفكير ده يا جدع. من الناحيه التانيه ليلين بيروح على بيته وبيقول له والده هي دي كل الحجاره اللي هنستبدلها في مدينه الشمس ولا ايه؟ بيقول له ايوه هي دلوقتي 10000 حجر روحي واحنا بنفكر نستبدلها بحبوب روحيه علشان نستعملها. ودلوقتي حط كل الحجاره الروحيه في الشنطه وروح مع الشيخ لمدينه الشمس الخضراء. بيقول له ايه ده هو انت مش جاي ولا ايه؟ قال له والله كان نفسي اجي بس انا شايف عيله وانج وتشاو بيتصرفوا بطريقه غريبه الايام دي وانا خايف يدمر المكان وعلشان كده هداني هنا واحمي المكان. بنته بتنتهز الفرصه وبتقول له طيب سيبنا اروح مع اخويا. بيقول لها انت هتروحي فين بس؟ انت اخرك المطبخ. ما علينا من ده كله. ليليان بيتدخل بيهدي الوضع وبيقول لوالده خليها تيجي معاه المره دي لانها ما شافتش المدينه قبل كده، ده على اساس يعني اللي انت شفتها. ووالده مش بيكون قدامه خيار تاني وهو بيقول له طيب ماشي. طبعا بقى اخته بتكون في قمه السعاده ومش قادر اوصف لك شعورها. من ناحيه بقى بيوصل الشيخ الكبير وليليان الى مدينه الشمس الخضراء. وليليان بيقول ده ايه الجمال ده كله؟ ده مدينتنا ما فيهاش سنتي واحد من الجمال اللي انا شايفه ده. ولكن هو ماشي بقى بيقول للشيخ مش معنى محتاجين ندفع 5 احجار روحيه علشان ندخل المدينه. بيقول له عاوزنا اعمل ايه يعني؟ ما هي دي اوامر من سيد المدينه. وهي معلوماتك يعني علشان تبقى عارف في 6 قوى في مدينه الشمس الخضراء واقوى واحده فيهم هي قصر سيد المدينه وما فيش حد يجرؤ على عصيان اوامره. ليليان بيقول له ايه هي القوى السته دي؟ بيقول له بص يا سيدي القوى السته متكونه من قصر سيد المدينه واتحاد الكيميائيين واتحاد اسياد المصفات واتحاد عمال السحابه الذهبيه وطائفه الشعله الملتهبه والعصابه الذهبيه. ويتهيالك انت شايف ان اسياد المصفات واتحاد الكيميائيين اضعف من قصر سيد المدينه، ولكن ده مش صح خالص، هم برضه بيخشوهم. بيقول له على ايه ده كله؟ بديهي ان قصر سيد المدينه قوي جدا وهو بدون ادنى شك هيروح في اي قتال يخوضه. بس الشيخ بيقول له ان اسياد المصفات واتحاد الكيميائيين بيحترموا الناس جدا وعندهم معارف في كل مكان، وعلشان كده سيد المدينه بيعمل لهم 1000 حساب. ليليان بيقعد يكلم في نفسه وبيقول يبقى انا كده ماشي في الطريق الصح. في الوقت ده بيوصلوا لمقر اتحاد السحابه الذهبيه. الواد يعني بيتفاجئ ان الحراس هنا خبراء من فئه النجمه الواحده. هو بيقول ده على كده اتحاد السحابه الذهبيه مليان بالاسياد. من ناحيه تانية الشيخ بيقول له باينين هنستنى كتير علشان المكان زحمه قوي. ليليان بيقول له لا بقى فكك مني علشان انا واختي هنروح نتفسح شويه. وخد بقى الشنطه دي يا معلمي واللي بيكون اسمها شيانكون. الشيخ بيقول له صباح الفل يابا، دي مش مدينه جيانج اللي انت عارفها. مدينه الشمس الخضراء مليانه بالناس الاقوياء واحنا كعائله لين ما نسواش اي حاجه هنا، بس بقى لو كنت عاوز تروح فخلي بالك كويس. بيقول له خلصانه يا زميلي، مش تكبر بقى الموضوع للدرجه دي يا عم، خليك فرفوش كده. ولكن برضه الشيخ ما بيكونش راضي عن اللي عمله، بس من الناحيه التانيه لو ما كانش عمل كده ما كانش هيلاقي فرصه يبدل حاجات لنفسه. المهم بقى ليليان بيقول لاخته خليكي هنا وما تروحيش بعيد لحد ما اجيب حاجه وارجع على السريع. بتقول له خلصانه، وبعدها بيروح على متجر الاكسير. ولما بيخش بيعرف ان الشخص اللي قدامه كيميائي من الدرجه الثانيه. وطبعا بقى ليليان بيخش في دغري وبيقول له انا معايا حاجه عاوز ابدلها بالاكسير. بيقول له تمام بس وريني انت معاك ايه الاول. بيفرجوا على الحبه وبيقول له شايف الحبه دي؟ دي بقى حبه مستوى خبير، يا ترى ايه هي جودتها والسعر هيعمل كام؟ حرفيا الكيميائي اللي قدامه بيتبل هو بيقول ازاي طفل معاه حبوب مستوى خبير. الكيميائي بيقول له جودتها ممتازه بس انا محتاج شخص علشان يفحصها بدقه. لحظه بقى لو سمحت. ليليان بيقول ده اتفاجئ علشان شاف حبايه واحده، امال بقى لو وريته ال10 الباقيين. في نفس اللحظه بتدخل عليه واحده اما ايه جامده جامده جامده. ليليان وشه بيحمر وبيخضر من اللي شايفه ده، غير ان الناس انهم مش مصدقين انها خرجت اخيرا. وتعالى يا صاحبي نعرف مين هي البنت دي. اولا هي اسمها لي شوان، كيميائي من الدرجه الثالثه وقويه جدا. المهم يعني ليه بتقول له هي دي الحبه بتاعتك ولا ايه؟ حرفيا ليليان بيكون واقف ودماغه مش معاه اساسا. هو طبعا بيتكسف وبيقول لها ايوه بتاعتي. بتقول له طب تعالى شرفني 5 دقايق جوه. الواد ما بيصدق وبيقول لها انت شايفاني ارفض يعني؟ المهم بعدها بشويه بتقول انا فحصتها ولقيت جودتها عاليه جدا، بس بتقول في نفسها انا عارفه كل كيميائي في مدينه الشمس ومفيش بس غير 5 اللي في المدينه يقدروا يصنعوا النوع ده من الاكسير. ولكن على اي حال انا ما شفتش الشاب ده قبل كده. في الناحيه الثانيه ليليان بيقول لها يا ترى الحبه دي هتعمل كام؟ ليه بتقول له اقول لك على حاجه احسن، ناديني باختك ليه وكده كده مفيش فرق كبير بينا. ما باين قوي. المهم
يعني ليليان بيقول لها خلاص يا اختي ليو، بس هي الحبه اخبارها ايه؟ بتقول الحبه دي مستوى خبير وجودتها عاليه جدا، ولو بعتها في اتحاد السحابه الذهبيه مش هتحصل على صفقه مرضيه. ليليان بيستغرب وبيقول لها فهميني اكتر. بتقول السحابه الذهبيه هي عباره عن وكاله بتكسب العملات، وعلشان كده سعرنا اقل من الوضع العادي، بس بقى لو حطيت الحبه دي في مزادها هتكسب 80,000 حبه روحيه. ليليان بينصدم وبيقول 80,000؟ امال لو بعتها لكم هتعمل كام؟ بتقول لو بعتها لنا هتاخد 150,000 حبه روحيه. ليليان بيقول لها انا شايف ان في فرق كبير جدا، وطبعا ده مش عادل. بتقول له خلاص يا عم علشان انت اخويا هزود لك 10 كمان. بيقول لها بصراحه انا من ظلم الكرم بتاعك جدا. بتقول له انا عارفه ان السعر مش جايب معاك، ولكن هو ده اللي عندي. ليليان بيقول في نفسه ان لو رحت المزاد ده هيكون كويس، ولكن ما عنديش وقت كافي، وهنا ما ينفعش اخبي ده عن الشيخ. المهم بيقول لها خلاص انا موافق، بس بتقول له هو انت مستعجل علشان تبيعها ولا ايه؟ بيقول لها ايوه علشان سيدي مستنيني وانا ما ينفعش اطول اكتر. بتقول له معلمك مش تبع المدينه صح؟ بيقول لها لا والله معلمي بيحب الترحال كتير ومش بيثبت في مكان خالص، وعلشان كده صعب اي حد يلاقيه. بتقول له خلاص ماشي، بس في المره الجايه خلي معلمك يجي علشان هو مرحب بيه من دلوقتي. بيقول لها تمام انا هقول له، وبعدها بيسيبها ويمشي. ولكن هو ماشي بتقول في سرها الولد ده شاي ومثير للاهتمام. من الناحيه التانيه بتكون الشاور بتسال البائع عن حاجه. في نفس اللحظه بيوصل عندها ليليان وبيقول لها لا في حاجه عجباكي فانا هشتريها لك. بتقول له مفيش حاجه، اساسا الحاجات هنا غاليه، يلا بينا احسن. بيقول لها تمام اللي انت شايفاه. ولكن جونج بتقول له استنى، شايف انت القطعه السوداء اللي على شمالك دي؟ بيقول لها ايوه مالها؟ بتقول له ما هي دي بتستعمل في صناعه الكنوز الروحيه، وحرفيا دي نادره جدا، ويلا اشتريها علشان احط لك فيها كنز روحي بعدين. بيقول في نفسه كنز روحي، هي قصدها على الاسلحه اللي بتسبب دمار كبير ولا ايه؟ هو طبعا بيروح عند البائع وهو بيقول له هو ايه الشيء المعفن ده؟ هو بيني وبينك هو بيقول كده بس علشان ينزل من سعرها، ده طلع عيل مجرم بجد. هي البائع بيقول له الحديد الاسود دي ماده حداده جدا، وصح ان مظهرها وحش ولكن فايدتها كبيره جدا. بيقول له جيب من الاخر وهات اللي عندك. بيقول له والله مش كتير قوي، هم حوالي بتاع 100 حبه روحيه. اخته بتخش في الموضوع بتقول له هو ده اللي مش كتير، ما هو باين قوي. بيقول لها السلعه اللي قدامك دي تستاهل، دي اكتر من 100 كيلو. ليليان بيقول له بص يا ابو الصحاب 100 كتير قوي، احنا هنخليها 50 بالحب. بيقول له مش تيجي عليا كده، طب خليها حتى 80. ليليان بيقول له خلاص خليها لك، انا مش عاوزها، ابقى اشوف حد يشتريها مني ده اللي لقيت اصلا. بيقول له خلاص هبيعها ب50. بالفعل بتتم الصفقه وبيرجع ليليان عند الشيخ بتاعه. هو بيقول له هو في حاجه ولا ايه؟ وشك كده مش مطمني. قال له معدل الحبوب الروحيه ارتفع مره تانية. بيقول له ارتفع قد ايه يعني؟ قال له ال 10,000 حاجه روحي يبقى بيجيبوا 400 حبه روحيه من دلوقتي. بيقول له يا عم 400 مش بطال، مفيش داعي ان احنا نخاف، يلا بينا نروح دلوقتي. بيقول له تمام يلا بينا. ولكن ليليان بيقول في نفسه ده على كده لو الشيخ عرف ان معايا 10,000 حبه روحيه هيموت من الصدمه. وهما بقى ماشيين بيسمع ليليان حاجه غريبه، وبيقول للشيخ بتاعه خلي بالك لان حاسس بحاجه مش طبيعيه. وهو لسه مش كمل وفجاه بيتم رمي سهم عليه، ولكن بيلحق نفسه على اخر لحظه. بس المشكله الاكبر ان في 500 سهم طاير قدامه. هو في الناحيه الثانيه بيستعمل الشيخ تعويذه وبيصد بيها اغلب السهام اللي جايه عليهم، ولكن ومع الاسف بيتم اصابه الحصان بتاعه. ليليان بيقول لاخته خليكي واقفه في مكانك. هو ساعتها بيعرف ان السهم اللي في الحصان مسمم، ده بانهم ناويين يقتلوهم. في الناحيه الثانيه الشخص اللي بيرمي عليهم الاسهم بيسخر منهم وبيقول للشيخ اكيد ما توقعتش انك تشوفنا هنا، مش كده برضه؟ وحتى مع كل السهام دي لانك ما خسرتش غير حصان واحد، وطبعا ده مش بالشيء الوحش، ولكن للاسف انتم النهارده في اعداد الموتى وما فيش مفر منا. الشيخ بيقول في نفسه ان مستواهم خبراء من 4 نجوم، وانا مش هعرف اواجههم لوحدي، ولكن على اي حال مش هسيب جيل شباب عيلتنا يضيع بالبساطه دي. وهو بالفعل بيقرر انه هيواجههم لوحده، وهو بيامر ليليان وهو بيقول له خد اختك ويلا من هنا بسرعه. ليليان بيعاتب معاه وبيقول له طبعا مش هينفع اسيبك هنا لوحدك. ساعتها بتتحرك مشاعر ليليان وبيدرك ان الشيخ الكبير بيتخانق مع والده كتير، ولكن ساعه الخطر بيحميه اكتر من اي حد. بعدها بيقول له ما تخافش عليا، الناس دول مش هيقدروا يعملوا معايا اي حاجه، خد انت واحد وسيب للتاني وما لكش دعوه. الشخص اللي قدامه بيتعصب وبيقول له انا هوريك ازاي مش هعمل فيك حاجه. هو في لمح البصر بيهجم عليه، ولكن ليليان بيستعمل ختمه يانشان وبيطير صخره عملاقه فوقه. الشخص اللي قدامه بينصدم لان ما عداش غير كام يوم وبقى خبير بنجمتين. ده فعلا كلام الناس التانيه كان في محله لما قالوا لازم نخلص عليه في اسرع وقت ممكن. هو ساعتها بيستعمل تعويذه وبيلغي بقى ختمه يانشان، ولكن حرفيا بيحصل انفجار بيدشمل المكان. بس سبحان الله حرفيا ولا خربوش في واحد منهم. ساعتها الشخص اللي قدامه بيسخر منه وبيقول له لو هو ده كل اللي عندك فانت كده ميت. ليليان بيقول له انت باين عليك راجل عجوز ومخرف ومش عارف انت بتقول ايه. بعدها بيستخدم مهاره قطع اللهب وبيهجم عليه. الشخص اللي قدامه بيسخر منه مره تانية وبيقول له هو ده اخرك، وحبه المهارات اللي بتعملها ملهاش اي 3 لازمه قدام قوتي. هو الشخص ده صاحبي بيكون اسمه وانج وهو خبير من فات ال4 نجوم. بالفعل وانج بيهجم عليه وبيستعمل مهاراته وبيقدر يكسر ختمه يانشان. هو مش كده وبس، ده كمان بيدي امر للجنود اللي معاه انهم يقتلوا اخت ليليان. ليليان بيتعصب جدا وبيجمع كل هالته حواليه، حرفيا الجنود اللي قدامه هيموتوا على نفسهم من كتر الرعب. وانج بيستوعب انه لو مش قتلوا دلوقتي هتكون مشكله قدام، بس حرفيا ده مش عارف مين هو اللي بيواجهه. في الوقت
الوقت ده حرفيا ليليان قدر يتقن مهارة الموجة الكونية. المعلم اللي قدامه لسه بيهجم عليه مودي لحياة البرزخ. الجنود حرفيا مش قادرين يستوعبوا ان القائد بتاعهم مات قدام عينيهم، هو على طول كلهم بيخلعوا بدون سابق انذار. في الناحية التانية بيكون الشيخ بيراقب هجمات ليليان وبيقول التقدم بتاعه مرعب لأبعد الحدود. بعدها ليليان بيروح عند وانجا وبيمتص قوته زي ما عمل مع يوان وتشاويو. من الناحية التانية بيكون صاحب وانجا هيموت على نفسه من الخوف، لان ازاي طفل في مستوى النجمتين يقتل واحد من فئة الاربع نجوم. ولكن ساعتها ليليان بيقول له انا مش ناسيك، دورك جاي دلوقتي يا باشا. حرفيا بيسمع الكلمتين من هنا بياخدها كت من الناحية التانية وعلى وضعك يا كبير. هو الشيخ بيقول للشباب اللي معاه اخيرا نقدر نتحرك دلوقتي. ولكن بيروح الاول يطمن على اخت ليليان وبيقول لها انت بخير ولا ايه؟ بتقول له ايوه كله تمام. ساعتها بقى بيوصل ليليان وبيقول لهم يلا بينا نروح. وبالفعل كلهم بيروحوا وبيكون ابو ليليان متضايق جدا. هو بيقول ده حتى شويه لغات دول مش قادرين يواجهونا وش لوش، اخرهم يغدروا زي الثعالب. ولكن ساعتها بتتدخل الشاوير وبتقول لابوها ما تخافش من حاجه، اخويا عمل الواجب وزياده. هو بالذات الشيخ الكبير. وساعتها الشيخ بيقرب من ليليان وبيقعد يشكر فيه قدام ابوه، وانه قوي جدا لدرجه انه خلص على وانج وشاو اللي هم في الاساس اسياد من فئه الاربع نجوم، وانه لو ما كانش معانا لكنا رحنا لحياه البرزخ. والده بيكون سعيد جدا. هو بيقول له انت كده بتقل منه ولي؟ ليليان بيقول له يابا ما فيش الكلام ده، انت نمبر 1 في كل حاجه. بيقول له جدع ولي، انا عاوزك كده في كل مره تكون اسد. بعدها الشيخ بيقول له ان شويه الحجاره اللي بدلناها عملت بتاع 400 حبه روحيه. ساعتها لين بيجي بيعرف ان معدل الحبوب انخفض مره تانية. هو بيقعد يفكر ان لو كان في شخص خبير في العيله ويقدر يستخرج الحبوب بنفسه. المهم بيقول انا هخلي معايا 200 حبه لحد ما تعرف ازاي هتوزع باقي الحبوب. بيقول له خلصانه يا معلم، وبعدها بيسيبهم ويمشي. ولكن برضه بيكون قاعد عمال يفكر في مساله الحبوب. ولكن لين بيروح عنده بيقول له ما تخافش من حاجه، انا معايا كام الف حبه روحيه من مستوى الخبير، هو يستخدمها زي ما انت عاوز علشان تبقى خبير بست نجوم في اقرب وقت ممكن. كل من والده واخته بيهيسوا بيقولوا ده اللي هو ازاي يعني، انت ازاي حصلت على كل الحبوب دي؟ بيقول لهم انا كنت محظوظ لاني بالصدفه لقيت عنصر نادر وعرفت ابدله بكميه كبيره من الحبوب الروحيه. والده بيقول له على كده حوار الست نجوم مش هياخد منه الا شهر بالظبط. ليليان بيقول له زي الفل قوي. بعدها بيروح غرفته وبيقول له جونج انا هعمل ايه في حته الحديده السوداء دي؟ بتقول له هاتها ومالكش دعوه. بيقول لها ايوه هتعملي بيها ايه يعني؟ بتقول له هعمل لك بيها سلاح بس هيكون ضعيف، هو علشان تبقى عارف ان معظم الاسلحه الروحيه بيتم صناعها في الطبيعه، هو تقريبا يعني ما فيش حد يقدر يعمل سلاح قوي لحد يومنا ده، بس لما تبقى قوي وتشوف العالم بنظره غير اللي انت شايفها دلوقتي ساعتها تحصل على اسلحه رفيعه المستوى. بيقول لها طيب يلا اعمل السلاح بسرعه علشان عاوز اشوفه. بتقول له تمام بس مش عايزاك تعمل صوت علشان اعرف اركز. هو شكلها كده لبسته خازوق وهو اختفت من قدامه. هو بعد ساعه كامله بتقدر بالفعل تعمل السلاح. هو بتقول له امسك يا عم هو ده سلاحك الروحي. ليليان بيقرب منه بيحس بشعور مخيف جدا. هو لما بيجي يمسكه بيحس بشعور قوي جدا. هو بس كده يا بطل، لحد هنا بينتهي الجزء الثامن من حكايه لينيان. هو ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون قريب قوي، استنى بقى في الاجزاء الجايه من حكايه لينيان. ولو وصلت لحد هنا فعش يا بطل، ويلا اشوفك الفيديو الجاي قمر. سلام.